بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا المحترمين وفي قنوات الكأس الرياضية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه التغطية المتواصلة والمستمرة لغاية 16 ديسمبر لخليج تحت 23 سنة هنا بالعاصمة القطرية الدوحة. اليوم الخامس من المنافسات نصل من خلاله للجولة الثالثة والأخيرة لحساب عبد الرحمن الشامي، 10 عادل عباس، 8 ناصر حميدة، و11 عبد الرحمن الخضر. خطيرة جدا لمنتخب عمان لا زالت مستمرة. الكرة للحارس أسامة. قطر السعودية انطلاقا من الساعة 1:30 في نفس التوقيت البحرين مع الكويت 6 نقاط للسعودية وقطر و0 من النقاط للمنتخب الكويتي والمنتخب البحريني. فرصة كانت لمنتخب عمان بعد هذا و13 كرة ملعوبة لمصلحة المنتخب اليمني. انطلاقة من عادل عباس، محاولة هجومية، تسديدة ومحاولة عبد الرحمن الشامي، محاولة كردة فعل على محاولة المنتخب العماني على أرضية الميدان. هذا الكابتن قيس محمد صالح، تكرار إنجاز المنتخب اليمني للشباب في هذه المسابقة وهذه البطولة، بطولة خليجي للشباب بوصوله للدور النهائي. ملعب إبراهيم خلفان، هذه فكرة على الجماهير اليمنية جانا من الجالية، على لاعب المنتخب العماني عدنان المشيفري. الكارت الأصفر لمدافع المنتخب اليمني فيصل المعروفي من اجل التأهل للدور نصف النهائي. كرة ممتازة ملعوبة خطيرة من عدنان المشيفري لمصلحة المنتخب العماني وعبد الله من الخضر. من هناك على اليمين سعيد العولاقي، سعيد كرة طويلة والكرة فيها ركنية للمنتخب اليمني. الكرة الثابتة والركنية لمصلحة المنتخب اليمني. كرة على القائم الأول، سعيد، كرة ممتازة، انطلاقة من سعيد، توزيعة سعيد الرأسية سهلة للحارس سياد المال. ارتقاء بمستوى كرة القدم في المنطقة وترسيخ بطولة كأس الخليج العربي كرمز رياضي. يتدخل فيصل المعروفي، ممتاز التحول السريع من عادل عباس، عادل فيصل، كرة الهدف الأول ضاعت على فيصل. يا سلام على كرة من عادل عباس، يا سلام على هدوء، يا سلام على تمريرة، يا سلام على أسيست ولا أروع من عادل عباس. فيصل المعروفي، استلام وتسديد وأول تهديد خط. كورته بعيدة على ناصر حميدة، كرة لليمن لا زالت مستمرة. ناصر قصيرة ملعوبة في اتجاه انور الطريقي، ممتازة جدا، كرة لعادل عباس خطيرة لمنتخب اليمن. التدخل في توقيت مناسب من دفاع المنتخب العماني. خطير المنتخب اليمني، خطيرة في ركنية. تعود لليمن السعيد، طويل الكرة لخليجي تحت 23 سنة. هكذا هي الأجواء هنا في ملعب إبراهيم خلفان في اسبايرزان، وجماهير اليمن تشجع. دفع كرة ملعوبة انطلاقة سريعة، كرة يمنية، محاولة وإمكانية لليمن بمراوغات جميلة. فاصل مهاري، لا زالت متعادلة سلبيا كذلك في المباراة الأخرى. هذه كرة خطيرة والحارس ممتاز أسامة مكرف يتعلق في هذه الكرة. حارس المنتخب اليمني الوحش أسامة مكرف بطريقة متميزة.
كرة ملعوبة من مخالفة، الرأسية مستمرة، جواد كرة للمنتخب العماني لا زالت مستمرة، خطيرة، تسديدة عادت من المنتخب اليمني مطالب بردة فعل في أقرب وقت. وهذه كرة خطيرة وفرصة للثاني، أسامة يتدخل أسامة مكرم في التدخل مع أحمد الحاج قائد منتخب اليمن. المنتخب اليمني مطالب بالانتصار بفارق عريض مقابل انتظار هدية من الإمارات بالفوز على العراق. وكرة من عادل عباس يسدد في الركنين. فرصة العودة تقريبا نفس الملاحظات، منتخب بلاعبين مهاريين، وهذه كرة فرصة للتعادل ضاعت على منتخب اليمن. فيها ركنين، لاعبين مهاريين على غرار عادل عباس. المشكل في اليمن لكن على المستوى الفردي اللاعب اليمني ممتاز. هذه كرة ومحاولة ركلة مرمى لمنتخب عمان. إصابة الحارس سياد المالكي، دخل قوي في اللقطة الأخيرة. منتخب عمان جاء للتحدي، كرة ملعوبة خطيرة، هذه المخالفة، كرة قوية وللحارس أسامة مكرم. كرة لفيصل وتأتي صافرة الحكم عبد القادر ويلي معلنة عن نهاية الشوط الأول بيتقدم المنتخب العماني بال1-0. أعزائي المشاهدين، تحت 23 سنة المنتخبات الأولمبية، 1-0 للمنتخب العماني في الشوط الأول. وكذلك حماسية ومشوقة، كرة ملعوبة يتدخل الدفاع، هذه كرة للمنتخب اليمني خطيرة جدا، فورة تتواصل الهجمة ملعوبة في منطقة الجزاء، كرة بمحاولة عادل عباس يسدد بضربة راس. عادل عباس ركلة مرمى لمنتخب عمان. تقريبا اختر كرة وفرصة مدرجة ملعب ابراهيم خلفان، وهذه كرة خطيرة، فرصة امكانية، محاولة الجهة اليمنى عبد الرحمن الخضر، قوية كانت، ما زالت المباراة طويلة، وصلت الآن كرة ملعوبة، انطلاقة سريعة، محاولة من محمد العوامي، عادة الكرة إلى سعيد العولقي، التوزيع الرأسية، الدفاع، الكرة بامتياز، يا سلام يا سلام، الله يا أنور، الله أنور الطريقي على طريقة الكبار، يا أنور على طريقة الكبار، يا سلام، فنان لعيب حريف، شوف الاستلام بالصدر ثم التسديد بالقدم اليمنى في 90 يا أنور، في 90. أحسن دليل أنور الطريقي وطريقة التعامل مع الكرة الأخيرة. اليمن يقترب من هدف التعادل، لو سجل هذا الهدف بامتياز. كرة التعادل، عادوا بضربة راس من فيصل المعروفي، يعرف جيدا طريق الشباك برأسياته المعتادة. فيصل المعروفي، نعم، عاد اليمن، عاد من بعيد هدف التعادل بعد كرة أنور الطريقي في 90. رأسية فيصل المعروفي تأتي بهدف التعادل للمنتخب العماني. لنعود إلى نقطة البداية، لنعود إلى ضربة الانطلاق في هذا اللقاء على المقاس من عادل عباس، وضربة الرأس من فيصل المعروفي. يا سلام المالكي، لو سجل هذا الهدف يكون واحد من أجمل أهداف هذه الدورة. هذه كرة خطيرة، عبد الرحمن، فرصة الثاني ضاعت على فيصل، ما زالت مستمرة. محمد البرواني مكان عبد الرحمن الخضر على التحرير، كرة وصلت إلى يوسف الشبيبي خطيرة، فرصة الثاني ضاعت. قبل ذلك فاول، السلاسة في المراوغات لدى عناصر منتخب اليمن، عندهم حتى مشكل في 1 ضد 1 1 ضد 2 بسهولة. هذه كرة خطيرة، فرصة الثاني، تسديدة، محمد البرواني لاعب نادي الوحدة يسدد، كرة قوية لكن بعيدة، تحضير ممتاز جدا في اللقطة الماضية من فيصل المعروفي، وتسديدة محمد البرواني بعيدة.
فرصة جديدة للمنتخب يمنية. كرة ملعوبة من جانب محمد البرواني. براواني في وسط الميدان، انطلاقة يمنية، كرة خطيرة، فرصة للهدف الثاني، خطيرة لليمن، ممتازة المراوغة، العودة الدفاعية مع أنور الطريق. أنور ممتازة الكرة والمحاولة مستمرة. كرة وصلت إلى ناصر حميدة، خطيرة، الثانية فيصل ضاع. مش ممكن يا فيصل، مش ممكن أمام شباك خالية. فيصل المعروفي، شوف العمل الكبير من ناصر محمد حميدة، يرفع الكرة، وصلت إلى فيصل. يا فيصل غير مؤثرة. كرة من فيصل المعروفي، مش الكرة الأخيرة على مستوى التوزيع والدخول. أحمد بن بريك بالرقم 18 وبالرقم 14. أصبحت صعبة جدا للعمانيين. المنتخب اليمني أحسن بدنيا، جاهز في الشوط الثاني مع تغييرات الكابتن قيس محمد صالح. كرة من ركنية فيصل بالرقم 2 سجل هدف وضيع آخر، وهذه كرة خطيرة للمنتخب اليمني. فرصة للثاني، عادت سالة للحارس سياد المالكي، وينتظر بطل المجموعة الأولى إما قطر والسعودية. عصام مجدي، محمد عوامي ممتازة المراوغة، الفرصة للمنتخب اليمني، الكرة مواتية والثاني ضاع مرة أخرى. الله على كرة، الله على تسديدة، الله على محاولة يمنية. المنتخب اليمني فعل كل شيء في الشوط الثاني. عوامي كان ممتاز، رائع هذا المهاجم، دخل في الشوط الثاني تقريبا غير المباراة. كرة من أجل يتأهل، كرة من أجل مرور علي الكراس، خطيرة، فرصة الثاني أو العوامي. هذا عادل الآن، عباس يسدد بعيد دون تركيز. مراوغة جميل منتخب اليمني في الهجوم، وكرة خطيرة وعلي تقيل. مش ممكن يا علي. كونترول سيء من علي تقيل، طلب كرة في توقيت ممتاز. كرة ملعوبة من محمد البرواني. براواني خطيرة. المنتخب يسخر كل امكاناته في هذه الدقائق من اجل الدفاع، وكرة من فيصل المعروفي وخطيرة. عباس هو الثاني. مش ممكن. غريبة جدا هذه الكرة اليمنية. مش محظوظ. فيصل المعروف، يا سلام على يقول 6 دقائق. هذه كرة المعروف عادل عباس ضاعت عليه للمنتخب اليمني. كرة ملعوبة من جانب أنور الطريقي، الرأسية من دفاعات المنتخب العماني. ضغط رهيب هذا الضغط اليمني في هذه اللحظات، والكرة بتسديدة قوية لكن بعيد. في هدف ثالث في المباراة. كرة للمنتخب العماني خطيرة جدا، والكرة للغازي السعدي بعيدة. مهند ينجح في التمرير. كرة على اليمين خطيرة للمنتخب العماني على مقربة من منطقة الجزاء، التسديدة والكرة بعيدة وعالية. منتخب عمان يشعر بخطورة الوضع ويتقدم وينتج بعض الفرص في آخر دقائق الشوط الثاني. يستفيد كمية فرص ضائعة، البعض منها غير مفهوم، خاصة كرة فيصل المعروف. كرة ملعوب وصلت الآن إلى عوام علي تكين، الأرضية والحارس سيد المالكي. كان بالإمكان للإمارات للنتيجة أمام المنتخب العراقي، لكن الوضعية الآنية الإمارات 6 نقاط مع المنتخب العراقي، ثنائي في المربع الذهبي. إلا إذا كرة يمنية قوية جدا. كان طليل مع الأبيض الإماراتي التواجد في المربع الذهبي مع المنتخب القطري والمنتخب السعودي.
انتظار تحديد الأول والثاني. كرة خطيرة، فرصة للمنتخب العماني خطيرة جدا. هذه المحاولة والكرة والحارس أسامة مكرف. آخر ومضة، آخر فرصة، آخر محاولة، آخر كرة للمنتخب اليمني عن طريق علي الدين. علي إلى محمد العوامي. عوامي يسارية قوية والحارس اياد المالكي. هي أسبق من مهاجم المنتخب اليمني. وفي هذه اللحظة مشاهدينا متابعينا الكرام يطلق عبد الهادي الرويلي صافرته معلنا عن نهاية المباراة بالتعادل هدف لهدف لتتبخر آمال وأحلام اليمن والعمان في التأهل للدور نصف النهائي. مبروك للإمارات، مبروك للعراق التأهل للمربع الذهبي والالتحاق بقطر والسعودية. على هذه الصور مشاهدينا متابعينا الكرام نأتي لنهاية الوصف والتعليق. إلى اللقاء.